عمرك سألت نفسك ليه أول السنة بنكون فرحانين قوي وفجأة كده تلاقي كل حاجة رجعت زي ما هي؟ ليه لما بيجي وقت الكريسماس أو بداية السنة الجديدة بنقول لنفسنا إن اللي جاي كله أحسن؟ بس في حقيقة الأمر إحنا مش عارفين هو أحسن من إيه وليه. النهاردة أنا جاي أتكلم معاكم مش عشان بس الاحتفالات ولا عشان شجرة الكريسماس ولا جاي أقول لك كل سنة وأنت طيب وسنة سعيدة جديدة عليك وخلاص. النهاردة هنقف مع نفسنا وقفة ونسأل نفسنا سؤال، وصدقني السؤال ده لو فهمته بجد ممكن يغير نظرتك للسنة والسنين اللي جاية كلها. السؤال هو إنك بتبدأ سنة جديدة فعلا ولا بنعيد نفس السنة والتاريخ مختلف؟ أهلا بيكم، أنا عبد الله مصطفى. تعال معايا كده يا صديقي وهاخدك معايا في مشهد بيتكرر معاك كل سنة. كل ليلة راس سنة بتشوف ناس فرحانة وناس قاعدة بتضحك وناس عمالة تجيب هدايا لبعض، ومعظم الأجواء بتلاقي فيه الفرحة والسعادة على وشوش كل الناس اللي بتقابلها، وناس تانية قاعدة ساكتة ماسكة الموبايل عمالة بتقلب في الصور القديمة وتقول لنفسها السنة دي كانت تقيلة جدا عليا. في منهم اللي خسر ناس في السنة دي، وفي ناس تانية اتوجعت في خلال السنة، وفي ناس حاولت انها توصل لحاجة معينة وما كملتش، وناس كانت قوية جدا قدام ناس تانية وفجأة تلاقيهم بيقعوا لوحدهم بالليل. والغريب ان معظمنا بيعدي بنفس التفاصيل دي وبنقول لنفسنا ان احنا خلاص هنبدأ من اول وجديد. بس خليني اسألك سؤال صادق، هو الجديد ده بيتعمل لوحده؟ بص انا مش عايزك تجاوب دلوقتي، كمل معايا الحلقة وفي شوية اسئلة هتعرف اجابتها في نهاية الحلقة. ما تخلينا نسلط الضوء كده على حاجة معينة ونشوف هو ليه الناس بتفرح في بداية كل سنة؟ ليه فجأة بنحس ان احنا عندنا فرصة جديدة؟ والتاريخ هو اللي بيغير ده ولا ده احساس بنضحك بيه على نفسنا؟ وليه معظم القرارات اللي احنا بناخدها في اول السنة بتموت في نص السنة؟ هقولك على سر محدش هيقولك عليه، معظم البشر عايشين على احساس اول السنة ده عشان بيحسوا ان فيه لسه فرصة جديدة. طب هل الفرصة دي بتكون حقيقية ولا هو وهم جماعي الناس كلها مفكروه خلاص؟ خليني اقولك حاجة غريبة شوية، العقل البشري بيتأثر جدا بشوية حاجات رمزية، يعني بداية جديدة، تاريخ جديد، شهر جديد، بيعمل احساس معين كده في دماغك باعادة الضبط. دماغك بتصدق فعلا مع اول كل سنة ان فعلا في بداية حتى لو مفيش اي تغيير اصلا حصل. وعشان كده معظمنا بيحب الكريسماس مش عشان الشجر والزينة، لكن عشان احساس داخلي جوانا بيقول لنا ان اللي فات ممكن يتنسي وان اللي جاي ممكن يكون مختلف. بس صدقني يا صديقي الاحساس لوحده مش كفاية. خليني احكي لك عن واحد حقيقي مش مشهور، واحد مننا يعني. كل سنة بيجيب ورقة وقلم ويكتب أهدافه اللي هيحققها خلال السنة، يقعد يكتب أهداف، ينظم ويتحمس، وأول شهرين في البداية الدنيا زي الفل، وفجأة الحياة تبتدي تخش عليه، ضغوطات، مشاكل، مسؤوليات، يقول لنفسه في الوقت ده معلش السنة جاية هبدأ. لحد ما جه موقف معين خلاه يقف مع نفسه وقفة وقال أنا مش محتاج سنة جديدة، أنا محتاج طريقة جديدة أبدأ بيها. ومن اللحظة دي بدأ فعلا التغيير الحقيقي يظهر على كل حاجة بيعملها وبيخطط لها. وهنا يا صديقي هنجاوب على السؤال الأساسي في الحلقة، هل السنة الجديدة بتغير حياتك فعلا؟ للأسف الإجابة الصادمة لا. اللي بيغير حياتك لا هو التاريخ ولا السنة ولا الكريسماس، اللي بيغير حياتك قرار صادق بتاخده وبتكمل فيه. ممكن ما تكونش متحمس وبدايتك مش احسن حاجة، ممكن تكون واقعي جدا ومفيش فيها وعود كبيرة جدا، وخطوة صغيرة ثابتة هتوصل للتغيير المطلوب. يمكن احلى احساس بنوصل له في بداية السنة الجديدة ان انت لسه عايش، لسه عندك فرصة، لسه هتغلط وتتعلم، لسه هتقع في مواقف كتيرة جدا هتفيدك وتعرف منها حاجات توصلك للافضل، مش عشان السنة الجديدة لكن عشانك انت. في حاجات معينة بتخلي الواحد دايما ان هو ما يبدأش، زي مثلا احساسك انك خايف او مش جاهز. ابدأ باي شكل كان، حتى وانت تعبان، حتى وانت قلقان، حتى وانت مش جاهز، لان الحقيقة المرة اللي محدش بيقولك عليها ان مفيش حد هيبقى جاهز. الخلاصة دلوقتي يا صديقي عايزك دلوقتي تفتكر كل بداية سنة قعدت فيها مع نفسك وانت كنت ناوي تبتدي بداية مختلفة، مش عشان انت ضعيف ولا عشان انت وحش، لكن عشان محدش قالك الحقيقة. السنة الجديدة ما بتجيش عشان تغيرك، عشان تعرفك انت ايه، توضح لك كده حقائق انت خايف من ايه وبتجري من ايه، شوية تحليل ما بينك وبين نفسك عشان تعرف السنة الجديدة دي هتعمل ايه.
وفي بعض الحاجات كده اللي بتبقى صعبة وبنمر بيها، أحب أقولك إن الوقت ما بيشفيش، اللي بيشفي إن أنت تواجه. والبداية الحقيقية مش أول يوم في السنة، البداية الحقيقية إنك تقول كفاية، كفاية تأجيل، كفاية تستهلك نفسك، كفاية إنك بترضي الكل، كفاية تفضل ساكت على نفسك عشان تحس إحساس مستني إنك تحسه. لو السنة دي يا صديقي هتكون مختلفة، فده مش عشان الدنيا هترحمك، ده عشان أنت قررت ما تسيبش نفسك تضيع تاني. ملخص الحلقة يا صديقي، ركز معايا فيها، هكلمك في كلمتين حاول تسمعهم مني. لو ما كانش في حد قعد معاك وكلمك وقالك الكلمتين دول، أنا هتكلم معاك شوية. أنت لا عمرك متأخر ولا عمرك قليل ولا حتى أقل من غيرك. كل الحكاية إنك محتاج تختار نفسك مرة واحدة بس، والاختيار ده صدقني مش بيحتاج بداية سنة جديدة، ده محتاج شجاعة. قبل ما تمشي وتسيب الفيديو، هلعب معاك لعبة دلوقتي يا صديقي وهنرجع لها في يوم من الأيام. انزل تحت واكتب لي في الكومنتات كلمة واحدة بس: هواجه، هكمل، هسيب، هبدأ، هخلص. اختار أي كلمة من دول واكتبها، وده مش عشان الناس، ده عشان نفسك. وفي يوم من الأيام هترجع للكومنت دوت وهتشوف حياتك اتغيرت ازاي. ولو حاسس ان الكلام دوت لمس حاجة جواك، صدقني الفيديو ده انا عامله فضفضة بيني وبينك. اشترك مش عشان القناة، لكن عشان الرحلة اللي احنا بنعيشها سوا. لسه في كلام كتير جدا جاي، ولسه في حاجات محتاجين نعيش فيها سوا. سلام.